البنفسجي بدرجاته، وده اكتر لون هيكون ظاهر السنه. جوتشيات الضخمه جدا، حاجات فيها كرانيش، الجنس على الجنس. القصه دي والشكل ده لم افضلها على الاطلاق. نصيحتي ليكي لو عندك حاجه عجباكي ومش هتلبسيها دلوقتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. كل سنة وانتوا طيبين وبألف خير بجد والله. القناة وانتوا ليكوا وحشة كبيرة. تخيلوا ان انا لقيت وانا بدور يعني في القناة بتاعتي، لقيت ان في ناس بتتابعني من فرنسا. يعني بصراحة استغربت جدا، دي اكتر دولة غريبة ان انا الاقي حد فيها يشوف الفيديوهات بتاعتي. على فكرة انا ما بحبش فرنسا بصراحة، ما بحبش اللغة الفرنسية ولا الفرنساوي خالص. احلى حاجة في فرنسا هي برج ايفل والشانزليزيه، وكأن انا رحت قبل كده وشفتها. يعني مش عارفة اقول لليوتيوب ايه بصراحة. يعني اروح الهند بعد كده علشان خاطر القناة بتاعتي والفيديوهات تنتشر اكتر من كده. المهم هنتكلم في ايه النهارده؟ هنتكلم في اللبس الصيفي والشكل والموضه بتاعه اللبس الصيفي. متقلقوش، احنا في بدايه الصيف والربيع، يعني الصيف بقى مطول معانا قوي. يعني طول الصيف كده ان شاء الله هتقدروا ان انتوا تشتروا لبس صيفي على مدى الصيف، يعني قطع مختلفه تقدروا ان انتوا تجيبوها. هنتعرف النهارده مع بعض ان شاء الله على الالوان اللي هتكون موجوده، القصات والتنسيقات اللي هتكون موجوده هذا السيزون، الشنط والاحذيه وكل حاجة في اللبس الصيف هنتكلم فيها. يلا بينا نبدأ على طول، لان انا فعلا متحمسة للفيديو ده جدا. هنتكلم عن اول حاجة وهي الالوان اللي موجودة. برضو زي السنة اللي فاتت هتكون الوان مفرقعة مطرقعة، زي الاصفر، النيون، الحاجات اللي تحسوا انها فيها اضاءة كمان، مش هتكون كمان الوان جريئة وبس، لا هتكون تحسوا انه فيها اضاءة. وهتلاقوا البربل البنفسجي بدرجاته، وده اكتر لون هيكون ظاهر السنة دي، وهتلاقوا منه فيه درجات كتير وتنوع كتير في قطع كتير مختلفة في اللبس. والمفاجأة السنة دي ان احنا هنلاقي اللون كلاسيكي وحلو جدا، وانا حبيته جدا ان هو موجود في وسط الالوان الكتير دي، وهو اللون الابيض. انا عن نفسي حابه البس حاجه حمراء. هنتكلم دلوقتي في القصات واشكال القطع اللي هتكون موجوده وهتكون دارجه السنه دي. اول حاجه وهو شكل البنطلون ده، والبنطلون ده اسمه كارجو. هتلاقوا منه كمان بنفس الشكل ده، والجيوب الكتير اللي هتكون موجوده فيه، في بلوزات، في جيبات كمان. عاوز اقول لكم ان القصه دي والشكل ده كانت موجوده من اكتر من 10 سنين. زائد كمان ان انتوا هتلاقوا فيه منه اكتر من لون، مش هتكون بالالوان المحايده والاساسيه وبس. وهنلاقي كمان قصة البنطلون ده هو مش سويت بانس، لا هو حاجة شبهه شوية. فرق ما بينهم هما الاتنين ان ده بيكون واسع من فوق ومن تحت، وبيكون برباط عشان تقدري تضيقيه او تعمليه، غير شكل السويت بانس شوية. لكن الفكرة واحدة، ان هو رياضي وخفيف وعملي وكاجوال. واكيد برضو من قصات البنطلونات اللي هتكون موجودة معانا، وهي بقت موجودة معانا بقالها فترة وهتفضل ان شاء الله موجودة معانا على طول، وهو الجينز الواسع. سواء كان البوي فريند او الوايد ليج، بصراحة هم ابتدوا يفهموا الجو بقى عامل ازاي، والمحجبات بقوا حابين يلبسوا ايه. في موضوع الجينز الضيق ده ابتدى ان هو يتراجع شوية، وكمان السكيني بقت حاجات بسيطة جدا قليلة افضل في الجينز، لان الجينز بقى تقيل والجو بقى حر اكتر، فالحاجات الواسعة بقت حلوة فيه. وبصراحة دي من الحاجات اللي انا حبيتها جدا، ان الجينز يكون واسع. وبرضو صدقوني والله لو رجعتوا الافلام قديمة شوية هتلاقوا القصات دي كانت موجودة فيها، ولكن اتطور شكلها الى حد ما وبقت موجودة دلوقتي. ومن الحاجات اللي انت تقدري تعمليها وتلبسيها برضو السنة دي وهو الجينز على الجينز. احنا كنا شفنا في الشتاء وكلمتكم برضو في تنسيقات في الشتاء ان الجينز على الجينز موجود، والجلد على الجلد موجود، انك تلبسي بقى حاجة هما الاتنين من نفس الخامة او نفس القماشة. وممكن كمان بالنسبة للدرجات ممكن تلبسيهم كلهم يكونوا لون واحد نفس الدرجة يعني، وممكن تعملي اختلاف في الالوان. يعني ممكن من نفس الدرجة مثلا الكحلي يبقى اللي تحت كحلي فاتح، او اللي فوق فاتح واللي تحت غامق، تدرج الالوان. بس بلاش تروحي لونين مختلفين تماما وتلبسيهم على بعض، لان هيكون شكلهم مش احسن حاجة. وهو انك مثلا تلبسي جينز كحلي على جينز رصاصي، لكن لو هتلبسي نفس الست كله على بعض بس الالوان فيها تدرج هيكون شكلها حلو. وطبعا زي ما انتم شايفين في حاجات قديمة رجعت انها تكون موجودة بعد عدد السنين ده كلها. فنصيحتي ليكي انك لو عندك حاجة عجباكي ومش هتلبسيها دلوقتي خليها، وما تحاوليش ان انت تتخلصي منها، لان ممكن يجي عليكي وقت من الاوقات وترجعي تلبسيها تاني وتكون موضة زي الحاجة اللي انا قلتلك عليها دلوقتي.
تخيلوا من الحاجات اللي احنا هنلاقيها برضو السنة دي قصات وبلوزات وجيب هتكون فيها ايه؟ فيها شراشيب. القصة دي والشكل ده قديمة جدا جدا، وانا لم افضلها على الاطلاق خالص بصراحة، لان انا حاسة انها تمشي قميص نوم اكتر. وهنلاقي كمان حاجات فيها كرانيش، يعني حاجات مكرنشه شويه كده، فيها كرانيش، يعني فيها القصه كده هتلاقوا فيها ايه. طبعا شايفين الصور لان هي دي الكرانيش، تمام. بس هتكون القصه دي يعني مش حاجات كتير قوي، لا هتكون على خفيف وهيكون شكلها برضو لطيف. القصه دي حبيتها اكتر من اللي قبلها بكتير. الحاجات اللي كمان هتكون موجوده وهو تيشيرت اللي هو مقلم او مخطط، وده هيكون موجود كتير قوي السنه دي. وكمان مش هيقتصر بس على الالوان اللي هي الاساسيه الابيض والاسود، لا هتلاقوا فيه منه الوان كتير زي الازرق، الفوشيا، بامبا، في الوان كتير كده هيكون شكلها حلو. وانا بصراحه حبيت فيه الالوان اكتر من الالوان الاساسيه بتاعته. وكمان من الحاجات اللي احنا هنلاقيها موجوده وبرده من الحاجات الغريبه شويه السنه دي هو الترتر. الحاجات اللي فيها لميع كتير هتلاقوها في بلوزات، هتلاقوها في جيبات، هتلاقوها كمان في شنط وفي كوتشيات، هتكون مناسبة الأوقات الليلية أكتر. ندخل بقى دلوقتي على إيه؟ على الأحذية والشنط. الشكل ده كان موجود لسه نازل الشتاء اللي فات وهو عجبني جدا. جبت حاجة شبهه وحبيت إن أنا أجيبه باللون الهافون. هو أبسط شوية بس على فكرة هو شكله حلو جدا في اللبس وعملي ومريح جدا. فده برضو هتلاقوه مكمل معانا في الصيف وهتلاقوه مكمل معانا على طول إن شاء الله. كمان فكرة الشراب تكون باينة قوي بره الشوز اللي انت لابساه، هتكون برضو موجودة. لو انت حابة انك تعملي الحركة دي وتبينيه هي هتكون موجودة، مش هتكون غريبة. والله انا ممكن اجربها، لو حسيت ان شكلها حلو ممكن اعتمدها شوية، لكن لو حسيت ان شكلها مش لطيف فانا اكيد مش هعملها. موجودة، فلو حابة تعمليها اعمليها. برضو من الحاجات اللي هتكون موجودة في الشوزات وهي الكوتشيات الضخمة جدا بألوان كتير، يعني كمان ألوانها هتكون فاقعة زي ألوان الهدوم. هتلاقوا الهيلز النحيف قوي والرفيع والكعب الرفيع الطويل. هو شكله حلو جدا على فكرة وشيك قوي في اللبس بتاعه. عاوز حد بيعرف يمشي بيه كده كويس لان هيكون فعلا كعبه رفيع، لكن هو بصراحة من الاشكال اللي عجبتني جدا. وبرضه هتلاقوا منه الوان فعلا تحفة، يعني الوانه فاقعة قوي بس الالوان فيه شكلها حلو. الفوشيا، الاحمر، هتلاقوا ازرق، هتلاقوا كده السنه دي الدنيا ربيع والجو بديع ما شاء الله. يا رب كده دايما برضو يكون الجو حلو زي الالوان اللي هتكون موجوده ما هي حلوه. ونيجي دلوقتي لاخر حاجه وهي الشنط. هتلاقوا في الشنط ايه؟ الحاجات اللي هي لمعتها قويه جدا زي الذهبي، الفضي. هتلاقوا برضو حاجات فيها ترتر بتبرق كده وبتلمع، حاجات فيها شراشيب في الشنط زي اللبس لو انتوا حابين ان انتوا تلبسوا. لو انتوا بتحبوا الشراشيب هاتوا بقى اللي انتوا عايزينه. تلاقوا في الشنطه ذات نفسها اكتر من لون، هتلاقوا فيها الوان كتير كده، والاحجام بتاعتها مش هتكون اللي هي الصغيره خالص ولا هتكون كبيره، هيكون الحجم وسط او اكبر من الوسط بشويه. وزي ما شفتوا القصات والالوان، الحركات اللي هتكون معموله في اللبس هي كتيرة ومتنوعة. تقدري بقى تشوفي الحاجات اللي عجباكي منها وتاخديها وهتكون مناسبة ليكي. وشوفنا كل حاجة المفروض انها هتكون متوفرة السنة دي ان شاء الله. وكده خلصنا فيديو النهاردة، وصلنا لاخر الفيديو. هنشوف ايه؟ هنشوف ان شاء الله معلومة الفيديو بتاعت النهاردة بتقول ايه. واقول لكم السلام عليكم، وهنتقابل في فيديو جديد ان شاء الله في ميعادنا الثابت كل يوم خميس. بالنسبة للناس محبين الفاشن والتنسيقات والحاجات دي كلها، الفترة اللي جاية باذن الله هيكون في فيديوهات اكتر عن اللبس وعن حاجات كتير في اللبس وتخصه طبعا. ولو انتوا بتحبوا بقى النوعيه دي من الفيديوهات يبقى ان شاء الله تكونوا موجودين معايا على القناه علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جايه، وبرضو ترجعوا لكل الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده. سلام.